يا اهلا وسهلا. تعالوا فيديو النهارده جميل. سمك مشوي وسنجاري خطير وتحفه. طريقته بتاكلي سمك زبده كده كأنك جايباه من المطعم بالظبط. بصوا، ولا طواجن المكرونه بالجمبري دي جامده وتحفه. يلا اعملوا لايك وشير للفيديو وتعالوا نبدأ كده. بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. عندي سمك بلطي انا كنت جايباه ومتنضف على الشوي، يعني بصوا جاي متنضف مفتوح كده على الشوي. انا هفتحه واعمله سنجاري. مش عايزه اشوي بقى النهارده، كده عايزين نغير. فايه، همسك السمكه بالشكل ده كده، هتعذبني شويه ولكن بتتفتح وبتبقى حلوه. ماشي، تخليكي ورا السمكه كده بالراحه كده بسكينه حاميه، وروحي فتحيها من قلبها بحيث تفتحها زي الكتاب المفتوح كده. واغسليها كويس جدا بالفرشه من قلبها، ما تخليش فيها ريحه زفاره ولا ريحه دم من جوه. وتعالي، انا عملت السمك بتاعي كله كده بالشكل ده. زي ما قلت لكم هيتعبك شويه، بس بصراحه طعمه حلو جدا. اهو انا فتحت السمك بتاعي كله وعملته. تعالوا بقى نعمل له خلطه خطيره. عندي معلقتين كبار من الثوم ومعلقتين كبار من هريسه الشطه. تعالوا نعمل عليهم ليمون كتير، ليمون كتير كده، عصوري ليمون كتير بالهبل كده على السمك. لان السمك بيحب الليمون وبيشيل منه الزفاره خالص. فانا عصرت ليمون كتير. وهحط شويه خل. يبقى معلقتين توم، معلقتين هريسه الشطه، وشويه خل وشويه زيت. وحطي بقى كده شويه ملح كبار، معلقتين 3 كبار ملح او على حسب التتبيله بتاعتك والمقدار بتاعك. وفلفل اسمر وكمون ونص معلقه صغيره من توابل السمك. خلاص كده. ونص معلقه كمان من الكزبره. هقلب الخلطه الخطيره دي. ايوه كده. عايزه اقول لكم ان الفلفل الشطه ده، الهريسه دي محطوط عندي في الفريزر. والثوم كمان في الفريزر كله مفرزاه. انا عندي سمك مكرونه منضفاه، سمك مكرونه بلدي من الصغيره الجميله دي. منضفاه ومخليه زي الفل، وكنت نقعاه في ليمون اهوت. فهديله من التتبيله دي كتير خلاص. والباقي السمك بتاعي اللي هو البلطي. ونوع تاني كده مش عارفه اسمه ايه، فانا فتحته كله. هطعمه بس بشويه خل وليمون وتوم بالحاجات دي بسيط كده، لان هعمل له خلطه كبيره كمان. انما المكرونه هو بس اللي هيتقلي على كده. تمام اهو كده خلاص. تعالوا بقى نعمل خلطة رهيبة للسمك دوت. بعد كده هجيب الكبة بتاعتي واحط فيها طماطميتين كبار. عشان نعمل خلطة السمك السنجاري. السمك السنجاري مين اللي بيعشقه ومين اللي بيحبه، بصراحة تحفة. حطيت الفلفل وبيلم بقى بواقي التلاجة، لم بواقي التلاجة الدرج اللي بيبقى فيه طماطم مايه وخيارايه وبصلايه خضرا باقيه من الرنجة بتاعت قبل رمضان. والفلفل اللي بيبقى نص نص، كل ده هتلميه تعملي بيه خلطة السمك دي. يبقى فلفل وطماطم وشوية كزبرة خضرا. وطبعا احنا حطينا توم قبل كده خلاص. وبعدين الفلفل بقى هضربهم في الكبة كويس. وافضيهم في طبق واسع. وعليهم الجزر مبشور، بشور الجزر بلاش تضربيه في الكبة. يبقى هو مبشور جميل وطعمه حلو. عندي واحد فلفل الوان، قطعي فلفل الوان لو عندك بيحلي الخلطة جدا. وكده تمام، معلقة كبيرة من الصلصة. وايه كمان، هقلب تقليبه كده واديها بقى كل البهارات بتاعتي. ادي معلقتين كبار من الملح. وليمون. زي ما قلت لكم انا مطلعه كميه ليمون من الدرج كبيره جدا من درج التلاجة. هعصر يعني مقدار كبير على السمك. شويه خل بقى وشويه زيت وشويه توابل من كل نوع، فلفل اسمر وكمون وكزبره. ونص معلقه من بودره الزعفران كده تديلها اللون الكهرماني الحلو اللي ايه بنحبه في كل الاكل. عايزه اقول لكم لقيت الفلفل شويه، قطعت كمان حبه فلفل. هاتي بقى الصينيه بتاعتك يا ست الكل وتعالي. ورق الفويل. وقطعي بقى حته ورقه. وحطي فيها خلطه، فرشي فيها خلطه من دي. بس حاولي تخلي ورقه الفويل على الناحيه اللي بتلمع عشان ما بتتفاعلش مع الاكل. ماشي. الناحيه اللي بتلمع ما بتتفاعلش مع الاكل، الناحيه اللي بتبقى ما فيش فيها لمعه بتتفاعل في الاكل. فخليه الناحيه اللي هي اللمعه دي يمت الاكل، هي اللي ايه ملاصقه للاكل اللي بتعمليه. هتحطي معلقتين كبار كده في الورقه، وتروحي حاطه السمكايه ودهنه وشها كمان. بصوا خطير، طعم رهيب. واقفلي بقى كويس جدا ورقه الفويل عشان احكمي الغطا كده القفل بتاعها، عشان ده اللي هيسويه البخار، ده اللي هيسوي السمكه ويخليها زبده من جوه. بعد كده هحط السمكه كمان.
واقفل بقى كويس قوي. انا مولعه الفرن بتاعي، هدخلها تحت خالص خالص، وبعد شويه نص ساعه هكشف ورق الفويل ده واعدله بالشكل كده واحطه على الشوايه 5 دقايق تاخد لون بالشكل ده. وكنت هنا عملت الرز وقليت السمك المكرونه. طبعا المكرونه بالجمبري دي انا كنت عاملاها قبلها بيوم وحطها في التلاجة، فما صورتهاش بصراحه. كنت عامله طواجن مكرونه بالجمبري اهيت، ما شاء الله تحفه تحفه. طلعتها على التسويه على طول، حطيتها في الفرن. وادي السمك بتاعي المقلي، وقليت كمان سمك من اللي انا كنت منضفاه قليته، وعملت طبعا رز وسلطه والعصاير. وده كان فيديو النهارده. ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو، وكل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم، سفرة جميلة جميلة. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.